ها جمهور السنافر، عرفتوني ولا ما عرفتوني؟ استغفر الله العظيم واتوب اليه. الله العظيم. ايام باينه يا اخي، الواحد يخش من نادي الزمالك برضه كل واحد يقل على الطابع اللي هو ناشئ فيه يعني. اللي يخش يغلط، اللي يخش يعمل، المهم تعليقاتكم اصلا مش هتبان ولا حد هيشوفها عشان خاطر هي داخله على الفلتره. المهم خلينا في اخر الاخبار بتاعت جماهير السنافر. تمام. يقول لك جمهور السنافر، يقول لك مرتضى منصور رئيس النادي يقول حجز قطار بالكامل يسع 1000 مشجع لنقل جماهير الزمالك إلى أسوان. تمام. المساندة الفريق في المباراة القادمة. طيب يعني أسوان دي كلها ما فيهاش بالضبط 1000 واحد يشجع الزمالك وتيجي تقول لي إحنا وإحنا؟ والله لا. واخد واخد 1000 واحد حتزلهم عشان خاطر توديهم يحضروا ماتش. طب يعني أسوان ما فيهاش 300 واحد يشجع نادي الزمالك؟ استغفر الله العظيم. حاجز قال حتزلهم، قال قطار قال يسيع 1000 نفر يا راجل. طب ده انت كل اللي ما يشجعوا ما يطلعوش 200 300 نفر؟ والله العظيم يا اخي هذا استغفر الله العظيم واتوب اليه. طلع بعد داويتي واحد يقول لك شبانه، يقول في واحد كل شويه يصدعني ويقول لك انا الاكثر حضور في الدوري، اصلي انا الاكثر شعبيه في مصر. طيب يا عمي الاكثر شعبيه رايح تأدي القطار كامل ليه الاسوان عشان تشحن الجمهور؟ معقوله ما فيش 300 واحد من اسوان؟ الله ينور عليك يا معلم شبانه، جبتها في الجون في الصميم. استغفر الله. والله والله العظيم الجماعه دول انا ما عارف يا اخواننا، شوفوا لهم حل يا عمي والله يا عمي. طيب بص يا ضاضة، تمام، صحيح خسر الدوري، ماشي، آخر سنتين الأهلي طبعا خسر الدوري سنتين، دي مش مشكلة. تمام، دي حاجة أنت مش متعود عليه. ورغم ذلك كسبك في القمة القرن بالقاضية ثم بالعاشرة، ومعهم 2 سوبر أفريقيا و2 برونزية وأندية عالم اللي أنت أتسمع عنها سمع وتروح تتفرج عليها فردة. تمام، حتى القاضية دي داتي بدون شرف في ظروف مريبة، عزل مجلس إدارة، تزوير المساحات، الفيروس، تغيير حكام، بس ربك يوم الولا عاد الأسد يعني ما مولفين احنا على الكابتن الخطير بتاعنا الكابتن محمود الخطيب، اللي هو طبعا منكد الدنيا. ديهم يا كابتن محمود. استغفر الله العظيم. والله العظيم جماعة دول يا راجل يقعد الواحد فيهم يطلع من هنا ويجيب لك في الكلام، ويجيب لك هو اصلا مش عارف الموضوع بتاعه يحكي عليه بالضبط. يا عمي في واحد كل شوية يصدعني ويطلع لنا على القنوات من هنا والقنوات من هنا ويقول لك انا الاكثر حضور في الدوري، اصلي انا الاكثر شعبية في مصر. طيب يا عمي الاكثر شعبية رايح تأدر قطر كامل ليه من القاهرة لأسوان عشان تشحن الجمهور؟ معقولة ما فيش 3000 واحد في أسوان يشجعوك؟ استغفر الله العظيم وأتوب إليه. والله يا رجل هذا دي أي تحدات، دي أي تعيب ويطلع يقول لك إحنا وإحنا وإحنا. الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الجمهور السنافر خذ حتى اياه خليها تطيب النار شويه يمكن عندكم، او ان كانت هتشعلل خليها تشعلل، ما انتم مولفين على الشعلله الان. طيب كهرباء باذن الله سيشارك مع الاهلي بعد يوم 12 يناير، انتهت فتره الايقاف وهذا قرار الفيفا. تمام. يقول للزمالك حق الان هو الغرامه فقط ويجب ان يوافق على التقسيط. كلام مين ده؟ كلام محامي محمود كهرباء اللي جابها في الصميم، وكهرباء عطاها كهرباء. استغفر الله العظيم. والله العظيم يا راجل ده انتوا هتشوفوا ايام اسود من قرن، اسود من قرن الخروب زي ما قال. طالعين لي شغالين من هنا ومن هنا. مرتضى منصور اخر الاخبار بتاعته طلع على قناة المصري اليوم، قناة الرياضة، فيقول يقول في فريق بين نادي الزمالك من ساعة مرتضى منصور مده، اللي هو مين؟ الاهلي يعني، ما احنا فاهمين برضه ما نفهم احنا يعني مثقفين، واصبح نادي الزمالك والاخلاق الله اكبر، وبين نادي تاني ضربوا العيال اللي قد احفادنا 15 سنة وامهاتهم، والبيع ما عملش اعتذار ليه. يقصد مين؟ يقصد الباشا بتاعنا يعني الكابتن محمود الخطيب. فيقول يسأل ليه، راح قال له انا بيبو. طب يقول له انا بقول لك انت ولا حاجة، انت كد كده يعني حتة صغننة يعني، ده مين اللي حكي؟ الكابتن محمود الخطيب على مين؟ على بيبو. تمام، فاحنا لناش غير رد واحد، احنا هنرد عليك بالرد. كده بقى انت مش بيبو، انا بيبو. وعشان كده لازم تاخد
ضربات جزاء. فطالما هو بيبو احنا نلعب ضربة جزاء. ده بيبو يا راجل. هو اي حد. الله العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه يا رب.